الناس اللي بتحب الأكلات من العيار التقيل تجمع معايا هنا. هتاكلوا أكلة ولا ألذ ولا أطعم من كده، حاجة كده مشهية. يا رب تكونوا بخير وعاملين إيه، ويا رب تكونوا بكل صحة وسعادة. تعالوا معايا نشوف احنا عملنا الأكلة شديدة ازاي. معايا طاسة على النار، نزلت فيها كده بما يعادل 3 معالق سمنة. ومعايا هنا بقى الوصفة بتعتمد على التوم. بصوا كمية التوم دي، انا طبعا دقاها كده بملح بس. معايا توم تاني، وهتلاحظوا ان لونه غير اللون الابيض الناصع ده. ليه؟ هتشوفوا وانا ماشيه معاكم في الوصفه كده. حطيت ما يعادل 3 4 معالق سمنه اللي انتوا شفتوهم دول، سمنه بلدي. بلدي انا باكد اهو، يا اما سمنه تكون ليها طعم ولون حلو. نزلت بالثوم، هشوحه كويس جدا كده. شايفين؟ اول الثوم ما يظهر معايا، انا معايا هنا لحمه ضاني. انا عايزه اخفي معالم اللحمه الضاني دي بالنسبه للاولاد لان هم مش بيحبوها. بعد ما ياكلوها هعترف انها ضاني. بصوا بقى، انا مقطعاها زي ما انتم شايفين كده اهو. هقلب اللحمه كويس جدا كده زي ما انتم شايفين في قلب الثوم. هنزل بالمكونات او البهارات بتاعتنا، كزبره وفلفل اسود. طبعا مش هنحط ملح كالمعتاد دلوقتي. وهنقلب كويس جدا. انتوا متخيلين ريحه الثوم عامله ازاي مع اللحمه؟ وهيظهرها اكتر الفلفل الاسود والكزبره. احنا عارفين. بصوا بقيه الثوم اهو، انا دقيت عليه قرن فلفل حامي سبايسي. عايزه تستبدلي الفلفل الحامي بفلفل رومي ده يرجع لك، ولكن القرن السبايسي هنا بيعمل ايه بقى؟ بيعمل شغل جامد في الوصفه دي. نقلب كويس جدا اهو. بصوا التركايه بقى اللي هنا ايه، انا حطيت بق ما يعادل غطا الازازه مثلا كده خل. هتودي الاكل في حته تانية. تحسي كده بمزازه وحاجه لذيذه وانتي بتاكلي. بس بق خل واحد بس. شايفين؟ هنزل هنا انا بشفشق طماطم واحد بس. انا مش هصفي الطماطم، انا عايزاها تقيله. لو انت عايزه الطماطم بتاعت الوصفه بتاعتك لو هتعمليها خفيفه صفي الطماطم، ولكن انا عايزاها مركزه لان مش هدخل اي صلصه ولا اي حاجه. وهنزل ببقين ميه من المج بس، يعني يا دوب كده يشغلوا الدنيا معايا. شايفين؟ وهقلب وهسيبها براحتها. نبص عليها تاني. بصوا لون الطماطم غير معايا ازاي اهو. بصوا تبتدي، بصوا المنظر ولا الريحة. بجد يعني نعمل كده تيست للحمة. الحكاية ابتدت تخش في السوا معانا، بس لسه طبعا احنا هنسيبها شوية. لكن هي استوت، انا عايزاها تتشرب بالقدر الكافي من الدمعة او من الصلصة اللي انا عاملاها ديت. بصوا اهو. شايفين؟ قلب كويس جدا اهو. بصوا قلت معايا ازاي. طبعا هتغطيها وتورب الغطا اهو. بصوا هبتدي بقى هنا خلاص اللحمه استوت معايا والصلصه قلت معايا للكميه اللي انا يعني توصل للكم اللي انا عايزاه. هبتدي املح. طبعا موضوع الملح ده بقى يرجع لك انت. هتدوق انت طبعا. مش هقدر اقول لك حطي ملح قد ايه لان ما اعرفش انت الكميه اللي هتعمليها معاكي قد ايه. وجربي الوصفه، حقيقه هتعجبك جدا. الوصفه دي اسمها ايه بقى؟ اسمها توميه اللحمه. الناس اللي بتعرف الاكل المنعاد التقيل هي اللي بتجرب الوصفات دي. واتمنى تعجبكم ان شاء الله. ما تنسوش لو عجبتكم لايك وشير وسبسكرايب. انا دقت الملح، حسيت ان هي عايزه حبه ملح، حطيت حبه كمان صغيرين كده. انا ملحت في الاخر خالص عشان عارفين كل الصلصه ما بتغلي او كل الاكل ما بيغلي الملح يعني بيدي نسبه حضور اكتر، فاحنا مش عايزين الكلام ده. كده انا خلصت اهو. هطفي البوتاجاز. تعالوا بقى نغرفها مع بعض. في ناس ممكن تعمل معاها حبه رز، رز ابيض يعني، ولكن لا، الوصفه دي تعتمد كده على رغيفين بلدي حلوين. ويا سلام. وخشي في الموضوع، جربي وادعيلي. بصوا حاجه كده اللهم بارك. بصوا اللحمه، انا عايزه اوريكم بقت دايبه دوب. بصوا انا قلت اللي هيجرب الوصفه دي يعرف ان الوصفه دي من العيار التقيل. ومزازه بق الخل اللي انا حطيته عامل شغل عالي جدا. بصوا المنظر ولا اروع من كده. ندوق بقى الصلصه كده. على المزازه روعه. بطاطسايه كده محمره خدتها برضه ادوق بيها. انا حقيقي حمرت معاها بطاطس اهي. ورشت عليها حبه ملح صغيرين فلفل اسود والعيش البلدي بتاعنا. وكده تمام التمام. يا رب اكون احسنت. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. باي باي.